ياه، الواحد بيقعد يقضيها لعب كتير. مفيش يعني مش عارفين نشتغل، مش لاقيين شغلانة بتاع. ايه ده؟ ما طالبين شغلانة ايه؟ طب ده ناخدها فرصة بقى واروح اقدم. ماشي، نملى ابلكيشن على النت. يلا، ميعاد انترفيو بكرة الساعة 8. نروح الانترفيو. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ سيحه. اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ انت النهارده معانا عشان نعمل انترفيو شركه سيرالكو للتجاره. انت النهارده جاي تقدم على وظيفه محاسب، فانا جاي اعمل معاك الانترفيو واسالك بعض الاسئله. استاذ سيحه، تعرف تقول لي ازاي نخرج وندخل فيل في الثلاجه في 3 خطوات بس؟ هو بس قبل ما نخرج الفيل وندخله جوه التلاجة، ممكن اعرف حضرتك ده علاقته ايه بالشغل اللي انا جاي مقدم عليه؟ هل دلوقتي مثلا هاجي انا في شغل المحاسبه يقول لي دخل فيل وخرجه من التلاجة 3 مرات؟ يعني ازاي يعني؟ مش منطق. حضرتك بتتكلم ازاي يعني؟ استاذ سيحه، ارجو من حضرتك تلتزم الاحترام وعدم المحايده عن الانترفيو، انك تجاوب على الاسئله المتوجهه لحضرتك بشكل دقيق وبشكل مفصل من غير ما نخش في اي احاديث جانبيه. بعد اذن حضرتك هسال حضرتك سؤال تاني يا استاذ سيحه. دلوقتي لو انت كان معاك 10 سمكات و5 منهم غرقوا في الميه، هيتبقى معاك كام سمكه؟ هو انا بس عايز اوضح لحضرتك انك بتعمل انترفيو مع واحد محاسب مش واحد صياد وبتاع سمك، مع احترامنا للراجل بتاع السمك له كل الاحترام والتقدير. ايه الكلام اللي حضرتك بتقوله ده؟ انا راجل محاسب مش راجل بياع سمك. مع ان راجل بياع سمك راجل محترم جدا، انا بحب الجمبري بس دي مش قصتنا دلوقتي. هي الاسئله دي سيادتك. هو انا جاي هنا اقدم على وظيفه جمبريه ولا جاي اقدم لجمبريه؟ دم حضرتك ظريف قوي يا استاذ سيحه، وارجو ان حضرتك تلتزم باداب الانترفيو وما تحاولش عن النص. بعد اذن حضرتك هسالك سؤال تاني. بتعرف تتم من غير جناحات وياك تقول الوقت فات؟ بتعرف تروح مثلا من هنا لاسكندريه ماشي في وقت قد ايه؟ تقدر تجاوبني؟ بتعرف تجري؟ بتعرف توصل للسما؟ بتعرف تجري؟ احنا لازم طبعا الشخص اللي يجي يقدم لكم معاه سكيلز كتير جدا يعني، فاحنا بندور على السكيلز في الاول. بعرف اطير ايه ونيل ايه حضرتك؟ هو انت ما هتعين عصفوره ولا هتعين حمامه ولا هتعين طيار دليفري؟ في ايه يا فندم؟ الكلام اللي انت بتقوله ده عيب والله، ما ينفعش يعني. انت مش هتعين هنا عصفوره ولا حاجه عشان تقول لك تعرف تدير عندك جناحات. انت ناس غريبه جدا. استاذ سيحة، انا حابب اخبر حضرتك ان حضرتك نورتني وشرفتني، والانترفيو ده اتعمل ما بيننا، فانا مبسوط جدا بالمحاوره اللذيذه اللي حصلت ما بيني وما بين حضرتك دي. لكن للاسف انفورشنيتلي ان انا اقدر اخبرك ان انت ما اتقبلتش معانا، وده لان احنا عايزين 50 سنه خبره في مجال المحاسبه، 60 سنه خبره في مجال الطيران، 70 سنه وصول، سنتين وصول للفضاء. محتاجين انك تكون عندك جناحات وبتعرف تطير وما بتتهزش خالص. محتاجين انت يكون كلك اسد 50 مره قبل كده. فللاسف السكيلز دي مش موجوده مع حضرتك، وانا مش هقدر اوظفك عندي. شرفتني ونورتني. استاذ زيحاء، اهلا بحضرتك، اهلا وسهلا. اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ انترفيو؟ لا انترفيو ايه، انا مش عايزك تشيلي هم تماما خالص خالص. احنا جايين ندردش مع بعضنا النهارده، انت كده كده اكسبتد اساسا يعني. طيب هو حضرتك مش هتسالني اي سؤال كده لحفظ ماء الوجه يعني؟ عشان بس تستفيد من خبرتي وتعرف اني انا فاهمه بعرف اعمل حاجات كتير. استاذ زيحاء، انا مش عايزك تقلقي من اي حاجه خالص. باين عليك جدا انك مجتهده ومتفوقه، وهتبقى اضافه كبيره جدا لشركتنا وهتفيدينا على المستوى العالمي والشخصي جدا يا استاذ زيحاء. هو بس انا عايز اسالك سؤالين. ممكن تقولي لي اسمك؟ انا اسمي زيحاء. طيب السؤال التاني يا استاذه زيحاء، تقدري تقولي لي 2 في 2 بكام؟ نو، انت شركة جميلة قوي بجد. 2 في 2 ب4. برافو، برافو يا استاذة سيحاء. انا حابب ابلغك ان انت اكسبتد معانا وهتبدأي شغل من بكرة لو حبيتي، او من دلوقتي كمان. انت اضافة كبيرة قوي قوي لشركتنا يا استاذة سيحاء. ايوه، ما هي دي كوسه بقى، هي دي الكوسه. لما يجي راجل لازم نقول له 50 سنه مش عارف في البتنجان، 70 سنه مت مرتين، انت بني ادم حديد ايرون مان وبتاع، ونقعد نديله اسئله تعجيزيه وبتاع، و50 سنه في قلب الفضاء، وانت بتعرف تطير وبتعرف تنيل، وعندها هي 2 في 2 ب4. هو انتوا كده ربنا يبارك لكم بقى في العشق يا اولاد الحرام. اهي دي، ما هي ماشيه كده كوسه بقى، هي الكوسه اللي بتحكم هنا. ولا انا عشان صوتي مش ناعم ومش مركب لك شعر ضفاير مش هتقبلوني؟ هي دي الكوسه اللي مالت البلد.